تخيلوا كده إن نجاح بيت الزوجية أو حتى انهياره لا قدر الله ممكن يتحدد من مجرد سؤال عابر عن خالة العروسة في أول زيارة. أيوة، سؤال واحد بس ممكن يكشف خريطة كاملة. بالظبط. النص اللي بنغوص في تفاصيل النهاردة بيقلب كل مفاهيم فترة الخطوبة اللي نعرفها، وبيركز على استراتيجيات نفسية واجتماعية للتعامل مع شخصية محورية جدا وهي الحماية. خلينا نفكك الكلام ده، بس قبلها رسالة سريعة لكل متابعين على يوتيوب: دعمكم بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة دلوقتي هو الأساس عشان نقدر نكمل التحليلات العميقة دي. خطوة مهمة جدا فعلا لاستمرار المحتوى، لأن بصي النص اللي معانا النهاردة مش مجرد نصائح اجتماعية عادية للمجاملات. لا خالص، ده أعمق من كده بكتير. صح، ده بيحلل الحماة كعنصر حاسم وبيشرح الديناميكا النفسية اللي بيدير بيها الأمور من وراء الكواليس. وعشان نفهم الديناميكية دي، النص بيبدأ بنقطة قوية جدا لفتت انتباهي: بيشبه الحماة بشريك أساسي بموجب عقد أبدي. حقيقي. وبيستند هنا للقاعدة الفقهية اللي بتقول العقد على البنات يحرم الأمهات، يعني بمجرد كتب الكتاب الأم دي بقت محرمة على الزوج تحريم أبدي. المثير للاهتمام هنا بقى هو التفسير النفسي للتحريم ده. يعني ليه الشريعة قفلت الباب ده تماما؟ أيوة، ليه فعلا؟ النص بيوضح إن ده بيعكس حالة من الارتباط المصيري بين الأم وبنتها. الأم هنا بتتجرد من أي مشاعر أنثوية شخصية تجاه الراجل ده، وبيبقى تركيزها بالكامل 100% لضمان استقرار بنتها معاه. يعني التجرد ده هو اللي بيخلق الرابط غير القابل للكسر بينها وبين الزوجة؟ بالظبط كده. وده بقى بيودينا لنتيجة حتمية النص حذر منها جدا، وهي إن مفيش أسرار نهائي. الرابط ده بيخلي الحما عندها زي رادار تلقائي لتفاصيل الحياة الزوجية، حتى لو كانت الابنة نفسها كتومة جدا ومش بتحكي أي حاجة. أصل الأم بتفهم بنتها من نظرة عينها أو حتى من نبرة صوتها في التليفون. الاختراق ده حاصل لا محالة. عشان كده كسب صف الحما مبكرا مش رفاهية، ده جدار حماية للزواج نفسه. أيوة، وهنا بقى النص بينبهنا لشخصية معينة كده سماها الدحلابة. الدحلابة، الكلمة دي لوحدها بتخوف جدا. دي الأم اللي بتظهر بمظهر المسالمة جدا قدام الزوج، تقول له حاضر والكلمة كلمتك وانت سيد الرجالة. لكن في الكواليس هي المخرج اللي بيحرك خيوط اللعبة، صح؟ بالظبط، بتوجه بنتها لمسارات تانية خالص من غير ما الزوج يحس. التحدي أكبر هنا هو إزاي نكشف التكتيك ده بدري قبل ما نتورط. طب إزاي؟ الخدعة النفسية اللي النص بيقترحها هنا عبقرية بصراحة في بساطتها. عشان تتجاوز القناع الاجتماعي اللي هي رسماه، لازم تسأل سؤال مباغت وعرضي عن أزواج بناتها التانيين. زي مثلا أخبار فلان إيه، بشكل عفوي كده. بالظبط. الفكرة هنا مش في الإجابة اللي هتقولها، الفكرة في رصد رد الفعل التلقائي اللي يسبق التفكير، الانفعال اللحظي. فهمتك، يعني إحنا بنقيس المقياس الحقيقي اللي هي بتقيم بيه أزواج بناتها في لحظة عدم انتباه. لو ظهر على ملامحها أو نبرة صوتها امتعاض خفي، يبقى ناقوس الخطر ضرب. صح جدا، لأن نفس المعيار ده هيتطبق على الزوج الجديد بعدين. طب هنا نوصل لنقطة مهمة وتساؤل نقدي شوية. لو اكتشفنا إن النبرة مقلقة وبدأ الزوج يفرض حدوده وحزمه مبكراً، أليس الحزم ده ممكن يدمر العلاقة في مهدها؟ ده سؤال مهم عن التوازن. النص بيحل المعضلة دي بمعادلة سماها الحزم المغلف بالولاء. الحزم المغلف بالولاء، إزاي ده بيحصل عملياً؟ يعني النص بينصح الزوج إنه يظهر استياء وحزم شديد جدا عند أول محاولة تدخل غير مبررة في المشاكل. لازم يرسم الخط الأحمر. تمام؟ لكن وفوراً يتبع ده بخطوة تلطيف للأجواء، ويقول جملة سحرية: أنا عملت كده عشان خاطر بنتك ومصلحة بيتنا. الجملة دي بتعمل إشباع نفسي للأم، بتطمنها إن الراجل ده قوي ويقدر يحمي بنتها، وفي نفس الوقت ولاؤه الأول لاستقرار البنت دي. بالظبط. النساء بيهابوا الرجل الحازم، والخطوة دي بتحولها لحليفة قوية بدل ما تكون خصم. طيب خلينا نفترض سيناريو تاني خالص. المخطوبة دي هي البنت الكبيرة ومفيش أصلاً أزواج بنات سابقين نقدر نختبر بيهم الوضع. إزاي نقرأ المستقبل هنا؟ النص بيطرح خطة ممكن تبان غريبة شوية، وهي استراتيجية الخالات. دراسة الخالات؟ أيوة، مش غريبة لو بصينا لها من منظور التوريث النفسي والاجتماعي. الأم غالباً بتنسخ النموذج اللي هي اتربت عليه، هي اتربت مع أخواتها البنات في نفس البيئة وتحت نفس القيم. يعني دراسة بيوت خالات العروسة
نسب الطلاق فيها، نوعية المشاكل، وموقف الحمام من الأحداث دي بيدينا خريطة شبه دقيقة. بالظبط، بيكشف الوعي الجمعي للعيلة دي إزاي بيحلوا المشاكل ومين بيتدخل. سبحان الله، يعني إذا عرفت الخالة عرفت المستقبل. في النهاية الخلاصة من التحليل ده إن كسب صف الحمام مبكراً هو استثمار استراتيجي بيوفر حلول سحرية لخلافات كتير ممكن تحصل بعدين. بتفق معاكي جدا، فهم الدوافع دي بيخلينا نبني أساس متين للبيت. وده بيطرح فكرة ختامية مثيرة جداً للتفكير. لو حسب المصدر بيوت الخالات فعلاً تتشابه في التربية والمصير، هل فعلاً التشابه العائلي ده بيعكس مستقبل بيت الزوجية بنفس الدقة؟ وهل إحنا مجرد نسخ من عائلتنا؟ سؤال عميق ومحتاج تأمل فعلا. شاركونا رأيكم وتجاربكم في التعليقات عن الموضوع ده. وعشان تكتمل الصورة وتفهموا باقي ديناميكيات العائلة، ما تنسوش تتابعوا باقي فيديوهات السلسلة دي وتاخدوا جولة في السلاسل التانية المتاحة على القناة. شكراً لوجودكم معنا.